25 صح؟ ماشي يا عم، ماشي يا عم. المؤسسه رواد اكتوبر طريق الواحات 25. كم مرة ركبت ميكروباص أو توك توك وقال لك السواق الأجرة زادت من غير أي قرار رسمي، من غير أي مبرر واضح؟ هو كده من دماغه. ناس كتير بتسكت وتقول خلاص مش مشكلة، جنيه أو 2 جنيه، بس اللي مش واخد بالك منه إن السكوت ده بيخلي العشوائية تزيد ويخلي كل واحد يفرض تسعيرة على مزاجه. القانون عندنا في مصر واضح جدا. قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 بيقول إن السواق اللي يزود الأجرة المقررة من غير أي تصريح رسمي بيتعرض لغرامة بتوصل من 500 ل 1000 جنيه، وممكن كمان يتسحب منه الرخصة مؤقتا أو نهائيا لو قررها. طب لو جيت تتكلم مع السواق والسواق شتمك، لو السواق شتمك هنا او تطول عليك فده اسمه سب او تعدي في الطريق العام، وده جريمه في القانون العقوبات الماده 306. عقوبتها بتبقى حبس من 6 شهور لسنه، او غرامه من 500 جنيه لحد 5000 جنيه حسب الحاله. طب في حد بيسأل اعمل ايه لو حصل معايا كده؟ اسمعني كويس، خليك هادي وما تجادلش، خليك اهدى واحد في الموقف ده، لان القانون كده كده معاك. صور رقم العربية او رقم التوك توك. تالت حاجة هتحفظ المكان والتوقيت بالظبط، وبعدين هتروح تبلغ الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك اللي هو الرقم اللي هسيبهولكوا ده. خامس حاجة ممكن كمان تكلم مرور المنطقة اللي انت فيها او تعمل بلاغ رسمي في الاسم. اخر حاجة بقى، لو السواق شتمك او هددك هتعمل محضر سب او تهديد باسم السواق، وده بيتحول لنيابة فورية. احنا مش ضد السواقين، احنا ضد العشوائية وعدم احترام القانون. الخلاصة ان انت كمواطن لو شفت سلوك مخالف متكرر في اي موقف او اي خط، بلغ ادارة المواقف او مجلس المدينة، لانهم بيعملوا محضر رسمي ضد السواق او الخط بالكامل، وبعدين بيتم فيه استدعاء السواق والتحقيق معاه. اعمل لايك وفولو، خلي غيرك يستفيد ويعرف يتصرف ازاي. سلام.